الكومنتات هي احسن بلاصه تنجم تعبر فيها على رايك، تنجم تكتب تعليق سلبي ايجابي. فما بعض صناع المحتوى اللي يتحسوا بالموضوع ويحسوا كي يجيهم تعليق سلبي ويبقاو يخموا فيه، لكن انسان كيفي انا كي يجي تعليق سلبي ولا تجي حاجه سلبيه شنو يعمل به؟ يصنع بها محتوى. ما يعرفش انا عندي كونت تيك توك نهبط فيه شويه لقطات من الفيديوهات نهبطها في اليوتيوب، وساعات يجيوني عباد يكتبوا لي كومنتات في التيك توك، فما منهم الباهي فما منهم الخايب فما منهم كل واحد خويا شنو يكتب. نمشيو نشوف شويه من الكومنتات هذو. قبل مدة هبط لكم فيديو على الأخ هذا اللي قاعد ياكل في العصبان وانا قلت في الفيديو قلت لي هو قاعد يقلد في الاجانب، عطيت مثال الاجانب قاعدين ياكلوا في الاندومي كل شيء، لكن بعض الاخوه تحسوا خاطرني جبت كلمه اندومي شبيه العصبن يا متاع الاندومي. كون قال لك اللي انا متاع اندومي برو. انا جوست عطيت مثال وانت دخلت لحياتي شوفني قاعد ناكل في الاندومي، ريت كيفاش قاعد تتهم فيا بالباطل خويا. اي ظاهر عايش على الاندومي ماكش متاع عصفين. اختي هنا نسمح بكل شيء خويا الا الشرف خويا. شنو يا اختي هي وزيد قاعد تتهم في بالباطل. رد بالك كي نوليو نعفسوا في الطبع خويا، كي نوليو نعفسوا في الطبع ندخلوا في ما لا يعني. وين حاط الميكرو؟ خويا سيرنا رمضان غدوه ولا بعد غدوه، من غير ما نقول لك لا يتغشش هو ومن غير ما نقول لك خير خويا. التعليقات هذوما من الفيديو اللي هبطوا على الاخ الكريم قطوزو اني نراه في فيسبوك وانستا وتيك توك وجوجل. شو خويا الفيسبوك والانستغرام والتيك توك حاجه عاديه. جوجل خويا جوجل هذه مشكوك في امر سايب عليك. يبدا عواشر يخرج لي في بي نحسب روحنا مالينا شيء يخرج لي مرات في جوجل. يا الوليد يا الوليد عواشر عليك كي يا الوليد عليك كي خلونا رايقين. انا نمشي ونبدل الموضوع. شوف فيديو اخر كنت نذكر مره حكيت على العباد اللي يجي طيب المخارق وزلابي قدامك ومن بعد يجي يقول لك من بيجا. يا الخو راني من بيجا يخي بيجا فيها عار. واتفاق شكون قال لي بيجا فيها عار؟ بالعكس انا شكرت بيجا قاعد نقول لي احسن حلو من بيجا والاخرين قاعدين يستعملوا في الاسم. شكون قال لي بيجا فيها عار؟ هكا هو يمكن هذوما ابرز التعليقات اللي اخترتهم، ويمكن يكون فما جزء ثاني من الفيديو هذا كان عجبكم بالطبيعه يكتبوا لي في الكومنتات. سالتكم قبل ايامات انهي القناه اللي باش تفرجوا فيها في مسلسلات رمضان، بلا حد ما يركز معايا لان كتبت الوطنيه بالغلط. تقريبا كلكم باش تتفرجوا في الحوار التونسي. نورمالمون فيديوهات اللي باش نعملوا على المسلسلات في رمضان باش يكونوا اغلبهم على الحوار، وكان باش تهبط حاجه مزيانه ومسلسل باهي اكيد راين باش نحكي عليه. وكا الولاد نعرفش رمضان غدوه ولا بعد غدوه، لكن هاكا رمضانكم مبروك بالمسبق. وكالعاده الولاد استغلوه رمضان بالباهي، فرصه باش ترجعوا تصلي وتركحوا اموركم الكل وتصيب عليكم البي والجوجل وتصيب عليكم الحكايات الفارغه. وكان عندك انت فكره نتاع فيديو تنجم تكتبها لنا في الكومنتير واحنا ان شاء الله باش نعملوها. يلا شباب هذا كان فيديونا اليوم. بيس. نحب نسب اخر مره قبل رمضان. رمضان يا حبيبي أهلا بك يا رمضان. رمضان